سعر المتر في المطابخ الألمونتال العمولة هينزل كام من 3850 جنيه اللي احنا شغالين بيها النهارده بعد فترة تحديثات الأسعار اللي احنا بنقول هتهز مصر كلها الفترة اللي جاية. ده سؤال مهم جدا جالنا كتير، حبيت أرد عليه في فيديو علشان الإجابة توصل لكل الناس. مبدئيا احنا عندنا للمطابخ مصنع، ما عندناش للمطابخ معارض. يعني احنا أصلا بنحط على أصل التكلفة هامش ربح بسيط جدا جدا. احنا شغالين النهارده ب 3850 جنيه، والسعر ده بالمناسبه احنا مش شغالين بيه كتير. احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه سعر المتر في المطابخ هيوصل 4200 جنيه. المطابخ وضع غير الاساس المنزلي خالص. في الاساس المنزلي الاسعار فعلا هتسمعوا فيها تغييرات كبيره جدا جدا. اما ما يخص المطابخ احنا شغالين النهارده ب 3850 جنيه ومش هنشتغل بالسعر ده مده طويله. السعر هيوصل زي ما قلنا 4200 جنيه. طيب احنا ليه بنقول الكلام ده؟ لان احنا المطابخ عندنا ليها مصنع، ما عندناش ليها معارض. يعني العميل بيتواصل معانا، بناخد المعاينه بتاعته من قلب البيت وبنسلمه الشغل في قلب بيته. اصبح ان مفيش معارض. احنا بنحط تقريبا من 250 ل 350 جنيه فوق اصل تكلفه المتر عندنا في المطابخ. فاحنا اصلا حاطين هامش ربح ضعيف جدا جدا، شغالين بسعر التصنيع بالظبط. في شركات مطابخ ومهندسين تشطيبات بياخدوا مننا المطابخ دي، احنا بنعمل المعاينه وبنروح نركب الشغل وهم بيطلعوا فواتير من عندهم بسعر المتر بيوصل ل 6500 جنيه، لان الناس دي عارفه كويس جدا قيمه الشغل والخامات اللي احنا بنقدمها. فهو بيبيعها بالسعر ده لانه عارف الحاجه اللي بيسلمها العميل بتاعه تحت اسمه تسوى كام. فاحنا النهارده لما بنوصل لك سعر المتر في المطابخ 3850 جنيه، ولما نوصله لك الفتره اللي جايه ب 4200 جنيه، تاكد ان السعر ده مش متاح في اي مكان في مصر الا من خلال فنون الاساس. والدليل على كلامنا ان في شركات مطابخ بتصنع، وفي شركات مطابخ بتسوق، وفي مهندسين تشطيبات كبار جدا بياخدوا من عندنا الشغل وبيسلموه للعملاء بتوعهم بفواتير باسمهم، وبيبيعوا سعر المتر اللي احنا بنطلعه ليهم وللعملاء بتوعنا ب 3850 جنيه، بيوصلوا سعر المتر مع العميل ل 6500 جنيه، لان الناس دي عارفه قيمه الشغل اللي بيستلموه ده. فاصبح الناس اللي بتسال سعر المتر في المطابخ هيبقى كام الفتره اللي جايه، هيوصل ل 4200 جنيه. فدي فرصه دلوقتي للناس اللي هتتعاقد على مطابخ الفتره دي، لا اتعاقد الفتره دي، لان سعر المتر في المطابخ مش هيقل عن ال 3850 جنيه. بالعكس احنا شغالين بالسعر ده مده قليله جدا، والفتره اللي جايه سعر المتر في المطابخ هيوصل 4200 جنيه. اللهم قد بلغت. ما يخص الاساس المنزلي، لا الاسعار فيها نزول كبير جدا. في اسعار هتسمعوها ان شاء الله من يوم 8 هتهز مصر كلها فعليا، لان احنا بنغير نظام